الميركاتو ليس رفاهية، بل هو السلاح الذي يحدد مصير الأندية خلال الموسم، فمن دون تعزيزات قوية قد تجد بعض الفرق نفسها خارج دائرة المنافسة تماما. العديد من الأندية الكبرى تعاني من مشاكل واضحة ونقاط ضعف قاتلة، ما يجعل التعاقد مع اللاعبين المناسبين ضرورة حتمية مهما كانت التكلفة. لا يوجد ناد في العالم لا يترقب سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه، فكيف الحال مع فرق مثل أرسنال، برشلونة أو ليفربول التي تحتاج إلى مهاجم قوي وسريع قادر على قيادة الفريق لسنوات مقبلة، أو مانشستر يونايتد الذي يملك غارناتشو في خط الهجوم لكنه بحاجة إلى تعزيزات هجومية أكبر. لذلك هناك بعض الأندية التي لا خيار أمامها سوى دخول السوق بكل قوة، لأن أي تأخير أو تقاعس قد يكون له تأثير كارثي على مستقبل الفريق في الموسم القادم. برشلونة يواجه صيفا حاسما، حيث يحتاج إلى تعزيز صفوفه ب3 لاعبين على الأقل في مراكز المهاجم الصريح، الظهير الأيمن والجناح، لضمان امتلاك الفريق حلولا هجومية متنوعة، خاصة أن غياب أي من لامين يامال أو رافينيا يؤدي إلى تأثير كبير على الأداء. النادي الكتالوني سيضطر إلى بيع بعض اللاعبين من أجل توفير السيولة المالية اللازمة للصفقات الجديدة، وعلى رأسهم المدافع رونالد أراوخو الذي يتوقع أن يرحل مقابل 65 مليون يورو بعد دفع الشرط الجزائي، بالإضافة إلى احتمالية بيع أنسو فاتي وإيريك غارسيا في حال وصول عروض مناسبة. أما روبرت ليفاندوفسكي فمن المتوقع أن يستمر مع الفريق إلا إذا تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي، وفي هذه الحالة سيكون البديل المحتمل هو السويدي ألكسندر إيزاك. المفاضلة بين إيزاك وفيكتور جيوكيرش ليست سهلة، فإيزاك أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز ما يجعله خيارا آمنا، بينما جيوكيرش يتمتع بإمكانات كبيرة لكنه لم يختبر في الدوريات الكبرى بعد. ومع ذلك فإن الأقرب للانضمام إلى برشلونة هو جيوكيرش، ومن المحتمل أن تصل قيمة الصفقة إلى 65 مليون يورو. ليفربول يمر بمرحلة انتقالية مهمة بعد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا، ومن المستبعد أن يمر هذا الأمر مرور الكرام على إدارة النادي، خاصة أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات في أكثر من مركز. المهاجم الصريح هو الأولوية الأولى، ومن المتوقع أن يقدم ليفربول عرضا رسميا لضم ألكسندر إيزاك، لكن مطالب نيوكاسل المالية المرتفعة التي تصل إلى 120 مليون يورو قد تعرقل الصفقة، ما قد يدفع إدارة ليفربول إلى التفاوض لتخفيض السعر أو البحث عن بدائل أخرى. كذلك يعتمد سوق الانتقالات بالنسبة لليفربول على مستقبل بعض اللاعبين، فإذا لم يتمكن النادي من تجديد عقد محمد صلاح فسيحتاج إلى بديل، والأقرب لتعويضه هو إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد. في خط الدفاع يعتمد الأمر على بقاء أو رحيل فان دايك، حيث قد يكون البدلاء المحتملون هم هويسن من بورنموث أو شلوتربيك من دورتموند. أما في حالة رحيل ترينت ألكسندر أرنولد فإن البديل الجاهز هو الشاب كونور برادلي الذي تم تصعيده من أكاديمية النادي. مانشستر يونايتد هو أحد الأندية الأكثر احتياجا لتدعيمات قوية في الميركاتو الصيفي، حيث يعاني الفريق من مشاكل في أكثر من مركز. الأولوية القصوى هي التعاقد مع مهاجم صريح، والاسم الأبرز هو فيكتور أوسيمين المعار حاليا إلى جالاتاسراي، والذي قد يكون الحل المثالي لهجوم الفريق. كما يحتاج اليونايتد إلى صانع ألعاب في مركز رقم 10، وأبرز المرشحين لهذا الدور هو ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون، والذي يمتلك قدرات هجومية مميزة. الفريق يحتاج أيضا إلى لاعب وسط في مركز 8، والاسم الأقرب لهذا المركز هو إيدرسون من أتلانتا، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 60 مليون يورو. أما في خط الدفاع فلم يتم تحديد الأسماء المرشحة بعد، لكن من المتوقع أن يتجه النادي إلى التعاقد مع مدافع شاب بتكلفة منخفضة، نظرا لأن تعزيز هذا المركز ليس الأولوية الأولى في الميركاتو الحالي. أرسنال يدخل سوق الانتقالات بهدف واضح، وهو التعاقد مع مهاجم عالمي قادر على قيادة خط الهجوم، والمرشحون هم فيكتور جيوكيرش، فيكتور أوسيمين وبنيامين شيشكو. حتى الآن يدرس النادي أداء كل لاعب منهم بعناية لاختيار الأنسب، لكن الخيار الأقرب هو شيشكو مهاجم لايبزيج الألماني، والذي من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 70 مليون يورو. إدارة النادي تدرك أن الهجوم القوي هو العنصر الأساسي الذي ينقص الفريق للمنافسة على الألقاب، لذا لن تتردد في الاستثمار في هذا المركز.
ريال مدريد بدوره يسعى إلى تعزيز مركز الظهير الأيمن، ويبدو أن الخيار الأول بالنسبة للنادي الملكي هو ترينت ألكسندر أرنولد، الذي قد ينضم مجانا بعد انتهاء عقده مع ليفربول. وجود لاعب بحجم أرنولد في مركز الظهير الأيمن سيكون إضافة كبيرة للفريق، خاصة أنه يمتلك قدرات هجومية رائعة، مما يجعله مناسبا لطريقة لاعب ريال مدريد. والآن حان دورك، ما رأيك في هذه التحركات؟ وما الصفقة التي تتمنى أن يبرمها فريقك المفضل في ميركاتو الصيف؟ شارك برأيك في التعليقات، ولا تنسى التفاعل مع المحتوى لمعرفة آخر أخبار الانتقالات والميركاتو.